لقيت ان اصحابك بقوا ارقام على تليفونك، ما تقلقش انت مش لوحدك. بس لو عندك صاحب حقيقي قريب منك امسك فيه، وفي الفيديو ده هقولك ليه. انا دكتور سلمى حامد، دكتوراه في نيوروساينس ولايف كوتش، بساعدك تفهم نفسك وتصرفاتك وازاي تاخد قراراتك بوعي. كلنا كان عندنا اصحاب من ايام المدرسه والجامعه، كنا بنضحك على اي حاجه، بنتكلم في كل حاجه وبنفهم بعض من غير ما نشرح. وبعدين الحياه بدات بجد، شغل، جواز، اطفال، مسؤوليات، والمسافات بدات تكبر، مش بسبب خناقه او مشكله معينه، بس الحياه اخدت كل واحد مننا في ناحيه، وصحينا في اماكن مختلفه ومع ناس كتير حوالينا، بس حاسين ان محدش يعرفنا فعلا زي زمان. في دراسه اتعملت في هارفارد وهي كانت الاطول في التاريخ. ليه الاطول؟ لانها اتعملت عن حياه الانسان على مدار 80 سنه، وتابعت الاف الناس من طفولتهم لحد ما كبروا. طيب النتيجه كانت واضحه وصدمه. العلاقات القريبه كانت رقم واحد في السعاده وطول العمر، مش الفلوس، مش النجاح، مش الصحه، ولكن العلاقات. بس في نفس الوقت في ريسيرش بيقول ان اكبر انخفاض في عدد الاصحاب في حياه الانسان بيحصل لنا بعد الجواز على طول. ليه؟ لان دماغنا بيدخل في حاجه اسمها سرفايفل مود بسبب المسؤوليه، شغل البيت، الاسره، والصداقه بقت بتتحول من اولويه للاكجري. النيوروساينس بيقول انك لما بتبقى مع اصحاب حقيقيين دماغك بيفرز الاوكسيتوسين، ده الهرمون المسؤول عن الاحساس بالامان والانتماء والثقه. ولما الاوكسيتوسين بيقل انت مش بس بتحس بالوحده، لكن كمان جسمك بيتاثر من غير ما تحس. في ريسيرش اتنشر في 2025 بيقول ان الوحده بترفع هرمون الكورتيزول، وطبعا كلنا عارفين ان هرمون الكورتيزول هو هرمون الاسترس، وده بيترفع بشكل مزمن، وده بيأثر على الاميون سيستم، على قلبك وعلى دماغك. بيقول ان الوحده كمان بتأثر على جسمك بنفس الطريقه اللي التدخين بيأثر عليها. انت متخيل؟ لا، والاخطر كمان ان الوحده بتأثر على الهيبوكامبوس، وده الجزء المسؤول عن الذاكره في المخ، وبتزود خطر الاصابه بالديمنشيا والزهايمرز. يعني العزله الاجتماعيه مش بس بتأثر على مزاجك، دي بتأثر على دماغك على المدى الطويل. والحقيقه وانا بعمل الريسيرش كده جه سؤال في بالي، هل الراجل والست بيتأثروا بنفس الطريقه؟ الريسيرش اللي لقيته بيقول ان الجنسين بيعانوا من الوحده بنفس القدر تقريبا، بس بطريقه مختلفه شويه. يعني الست لما تيجي تحس بالوحده بتتكلم، بتدور على حد تشاركه، وبتطلب دعم عاطفي، ودماغها اسرع في الاعتراف بالاحساس ده، على عكس الراجل تماما اللي لما بيحس بالوحده غالبا بيسكت. ليه؟ لانه اتربى لانه الراجل اللي لازم يبقى قوي، فبيكبت الاحساس وبيبان انه من بره تمام، لكن من جواه بيكون لوحده جدا. طيب في مجتمعنا في طبقه تانية فوق كل ده، ايه هي؟ انه لما الست بتتجوز في كتير من الاحيان بتتحمل هي مسؤوليه البيت والتربيه والاولاد واهلها، واوقات كتير بيكون اهل جوزها كمان في نفس الوقت. الصداقه بالنسبه للست المتجوزه بتتحول لكماله عدد، حاجه لو عملتيها كويس، لو مش قادره مفيش مشكله، وده بيخليها تفقد دايرتها الاجتماعيه ببطء من غير ما تحس. طيب الراجل بقى في المقابل علاقاته الاجتماعيه غالبا بتكون حوالين الشغل او النشاط المشترك، فلما النشاط ده بيقف العلاقه بتقف معاه. يعني في مجتمعنا الست بتتحمل كتير وبتتكلم اقل، والراجل بيتكلم اقل وبيتحمل لوحده، والاتنين في الاخر بيحسوا بنفس الفراغ، بس محدش بيعترف بيه. هنا بقى في نقطه تانية وبشوفها كتير، هو مجرد ما اتنين بيرتبطوا بيركزوا مع بعض جدا لدرجه انهم بينسوا اصحابهم واللي حواليهم، ويقول لك لا مش مهم اي علاقه تانية، المهم ان هو صاحبي الوحيد وهي صاحبتي الوحيده. هو مش ده برضو الحب الحقيقي؟ الاجابه العلميه هتفاجئك، اكيد لا، ده مش الحب الحقيقي. مش لان الحب ناقص، لا، لان العلاقه واحده مهما كانت قويه وجميله ما تصممتش تشيل كل الاحتياجات الاجتماعيه لشخصين في نفس الوقت. في حاجات بتتقال لصاحبك او صاحبتك ما ينفعش تتقال لمراتك او لجوزك، وفي جزء من شخصيتك بيظهر بس لما تكون مع ناس تانية، وفي طاقه بتجيبها من علاقات متنوعه ما تقدرش تجيبها من مكان واحد بس. فلما القابل ما يبقاش عندهم صحاب غير بعض، ده في علم النفس بيتسمى enmeshment او التشابك الزياده، وده بيخلي اي خلاف صغير يبقى ازمه. ليه؟ لان الطرف التاني مش بس جوزك، ده كمان صاحبك الوحيد اللي ممكن تخسريه. الجواز الصحي مش ان كل واحد يبقى كل حاجه للتاني، ده ان كل واحد يبقى عنده حياه كافيه من بره، فيجي للجواز وهو مليان مش فاضي. الوحده مش انك تبقى لوحدك، الوحده انك تبقى وسط ناس ومحدش شايفك فعلا، وكتير مننا بيعيش كده من غير ما بيعترف. الوحده الحقيقيه لما تحس ان محدش عارف انت بتمر بايه فعلا، مش الكلام العادي لكن الكلام اللي فعلا جواك ما اتقالش. لما تلاقي نفسك عايز تحكي حاجه مهمه ومش عارف تقولها لمين، لما علاقاتك كلها بقت على السيرفس، ضحك وكلام عادي من غير عمق حقيقي، لما بتتجمعوا بس محدش بيسالك انت عامل ايه فعلا، ولما تلاقي نفسك بتقول انا بخير وانت مش كده فعلا لان مفيش حد تقوله الحقيقه. الصداقه الحقيقيه مش بس بتخليك سعيد، بتخليك اصح جسما وعقلا. لما بتكون من غير صداقه حقيقيه بيفوتك حاجات كتير، بيفوتك انك تبقى نفسك من غير ادعاء، من غير ما تلعب دور في اي علاقه، بتفوتك الضحكه اللي بتيجي من القلب مش المجامله، بتفوتك انك بتتكلم
تتحكم في اللي بيوجعك من غير ما تخاف انه يتحكم عليك. بيفوتك ان في حد شايفك فعلا، مش بس شايف اللي انت عايز توريه. وعلى المستوى الجسماني بقى، الريسيرش بيقول ان الناس عندهم علاقات اجتماعية قوية بيعيشوا اطول بنسبة 50% من اللي عايشين في عزلة اجتماعية، وان جودة العلاقات اهم كتير من عددها. صاحب واحد حقيقي احسن من 10 سطحيين. والسؤال مش انت عندك اصحاب ولا لا، السؤال في حد في حياتك لو اتصلت بيه دلوقتي حالا وقلت له انا مش كويس هيكون موجود فعلا؟ طيب تعمل ايه؟ الخطوة الاولى مش انك تلاقي اصحاب جديدة، لان على فكرة ده بيخوف ناس كتير، اللي هو احنا لسه هنبذل مجهود وطاقة في اني الاقي صاحب جديد؟ طب ولو لقيته هل هيطلع فعلا قد الثقة ولا هيطلع ما يستاهلش؟ فالخطوة الاولى والاسهل انك تعمق علاقة موجودة فعلا. يعني تعمل ايه بالظبط؟ اول حاجة واهمها انك تشو vulnerability او الضعف الانساني. العلاقات الحقيقية بتتبنى على انك تقول حاجة حقيقية مش حاجة مزيفة. لما بتشارك حد بحاجة صعبة وحقيقية دماغه بيرد بنفس المستوى، وده بيخلق اتصال حقيقي. بس اكيد انك لازم تختار مين فعلا يستحق يشوف ضعفك ده وتبان قدامه. تاني حاجة تعملها هي الكونسيستنسي، يعني الاستمرارية مش الانتنسيتي. يعني مش محتاج تعمل لقاء كبير او سهرة طويلة، العلاقات بتتبنى بالتواصل المنتظم حتى لو كان بسيط. رسالة واحدة، مكالمة قصيرة، انك تسأل بصدق. اللي بيبني العلاقة مش حجم اللحظة لكن تكرارها ورا بعضها. طيب تالت حاجة بقى انك تبدأ انت. اكتر حاجة بتمنع الناس من التواصل هي انهم مش عايزين يبانوا محتاجين لحد، بس الحقيقة ان الطرف التاني غالبا بيحس بنفس الاحساس وبيستنى انك تكلمه الاول زي ما انت بتعمل. طيب رابع حاجة هي جودة اللقاء مش كميته. لما تبقى مع حد كون موجود فعلا، لان الاوكسيتوسين بيتفرز بشكل اكبر لما يكون في اتصال حقيقي. يعني ايه؟ يعني اي كونتاكت، يعني ضحكة حقيقية، انك تسمع مش بس تتسمع. طيب انا خلاص قربت اخلص الفيديو وهسيبك مع 3 اسئلة، مش لازم تجاوب عليهم دلوقتي بس خليهم يفضلوا معاك وفكر فيهم. مين اخر حد حسيت معاه انك فعلا انت من غير ما تلعب اي دور تاني؟ ايه اللي بيمنعك تتواصل مع الشخص ده دلوقتي؟ وهل لو اتصلت بيه وقلت له حاجة حقيقية ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ الاجابة دي مش هتجيلك من بره، هتيجي من جواك، وده بالظبط المكان اللي انت محتاج ترجع له. لو لسه بتسمعني لحد الاخر شكرا جدا، واشوفك next فيديو.